مين قال انه السلام صار تهمة؟ مين قال انه كسر التابوهات صار عيب؟ مين قال انه مجرد فتح نقاش حول مستقبل لبنان صار دليل خيانة؟ السردية يلي انبنى عليها جزء كبير من الوعي السياسي بلبنان خلال العقود الماضية وخلال حقبات مختلفة كانت بسيطة. في أفكار ممنوع تنحكى، في أسئلة ممنوع تنسأل، وفي نقاشات لازم تضل محرمة. ليش؟ لأن البعض قرر إنه يحتكر الحقيقة، قرر إنه يحدد شو لازم نفكر، شو لازم نقول، وحتى شو لازم نحلم. بس الحقيقة إنه كسر التابوهات مش خيانة، كسر التابوهات واجب فكري، لأن المجتمعات ما بتتقدم لما تمنع النقاش، تتقدم لما تواجه أفكارها تختبرها وتعيد النظر فيها. اليوم مجرد الحديث عن السلام صار كأنه جريمة أخلاقية، وتهمة العمالة طبعا بتصير دغري جاهزة. بس لحظة، مين قال إنه السلام يعني نروح نشرب بيرة بتل أبيب؟ بشرب بيرة بتل أبيب، إذا في سلام ليش لا؟ مين قال إنه السلام يعني نسهر سوا لأن they party like us؟ They party like us, they talk like us. ومين أصلاً عم يحكي بهالسطحية؟ السلام مش بهالسخافة كلها، السلام هو ترسيم حدود نهائية وواضحة. السلام هو استرجاع الأسرى والمبعدين. السلام هو إنهاء حالة الحرب الدايمة يلي أكلت عمر اللبنانيين. السلام هو استقرار حقيقي ما عرفه لبنان بمعظم تاريخه الحديث. السلام هو إنه يفتح لبنان أبوابه للاستثمارات، للسياحة، للفرص وللمستقبل، بدل ما يبقى ساحة مفتوحة للحروب والصراعات. السلام هو تثبيت السيادة ورفض التدخلات الخارجية. السلام مش حفلة، والسلام ما ضروري يعني تطبيع. السلام هو ضرورة لننتقل من ساحة معركة لمشروع الدولة. خلينا نقلب السؤال، ليش في ناس بتخاف من مجرد النقاش؟ إذا كانت أفكاركم قوية واجهوها بالحجج، وإذا كانت رواياتكم صحيحة دافعوا عنا بالنقاش. أما تحويل كل رأي مخالف لتهمة أخلاقية وتسخيفه فهذا الدليل ضعف مش دليل قوة. لسنوات طويلة تم تقديم الحرب كأنها قدر، وتم تقديم السلاح كأنه الحل الوحيد، وتم تقديم العداء المطلق لإسرائيل كأنه الخيار الأخلاقي الوحيد. وين وصلنا؟ دولة منهارة، اقتصاد مدمر، مئات آلاف المهاجرين، وأرض تحولت مرارا ساحة لتصفية حسابات الآخرين. وأهالي جبل عامل شهدوا على نكبة ما عرفها التاريخ. يمكن حان الوقت لنسأل إذا كان بعض المسلمات يلي عشنا عليها مجرد أوهام سياسية. يمكن حان الوقت لنراجع السرديات يلي انبنت عليها خيارات دفعت البلاد أثمان هائلة. ويمكن حان الوقت لنعترف إنه السلام مش عيب، وإنه التفكير مش جريمة، وإنه الإنسان في يسأل ويشك ويناقش. هيدا أهم من أي وصاية سياسية أو إخلاقية، لأن حرية الفكر بتبقى أعلى من محاكم التفتيش الحديثة، وأعلى من تخوين الناس، وأعلى من الخوف. وإذا في شيء بيسحق الدفاع عنه فعلاً فهو حق اللبنانيين بأنه يناقشوا مستقبل بلدهم بحرية ومن دون تابو. يمكن نختلف على التفاصيل، يمكن نختلف على الطريق، بس ما لازم نختلف على حق أي إنسان أنه يفكر ويسأل ويناقش. حرية الفكر بتبقى أهم من أي وصاية الرأي العام. وإذا كان في فكرة ممنوع تنقال فغالباً هي الفكرة اللي لازم تنقال. وعلى فكرة أحلى شيء بلبنان حرية إعلامه.